عارف يعني ايه يوم الافتتاح يفرقوا 100 سندوتش؟ ومش بس كده، الناس دي عامله اختراعات جامده، والاختراعات دي مش هتلاقيها عند اي حد في اسكندريه. وبيعملوا سندوتشات اسمها سندوتشات تاكو، والمفروض ان دي اكله مكسيكيه. اما بالنسبه للاسعار بتاعتهم، حلو وحادق بيبدا من 10 جنيه. طب حلوه خلود التاكو ده بقى، احب اقول لك ان دي اكله حرشه جدا، وده اللقب بتاعهم، اكل حرش بسعر زمان. واحلى حاجه في المكان ده بقى اللوكيشن. يا جماعه اللوكيشن حلو قوي، يعني في نص البلد. هتنزل بقى محطه الرمل وتسال فين سينما مترو، هو لازق فيه على طول جنب اليه. واسم المكان ما تيجي تاكو. بص جاي من التاكو، ناس كرييتيف يا جدعان. وعايز اقول لك بقى خميس وجمعه عاملين عرض حلو قوي، هتاخد اي تاكو من عندهم هتاخد واحد حلو ببلاش. بس طبعا لازم تقول لهم كلمه السر، عرض الصحاب بتاع خالد فين. يعني جمهوريه خالد فين باختصار كده هتتدلع، يعني هتتدلع. انا معاك ان الحلو والحادق يبقوا كتير قوي، بس الحلو عندهم حلو. واللي احلى بقى جمهوريه خالد فين اللي كانت منوره المكان. نرجع بقى للحلو، واحد بيستاشيو بالمكسرات، يا لهوي يا لهوي، انا مش محتاج اتكلم. البت سلمى كانت فرفوره قوي مش عارفه تاكل السندوتش، قلت لها بقول لك الطلعه دي عندنا. الاهم من الاكل السندوتش بقى الحته الاخيره بقى. بص يا معلم التركايه دي وركز معايا، بعد ما تاكل السندوتش بتاعك الجميل هتلاقي حبه واقعين في الارض بقى، اللي هم ايه، البهاريز. هتقطع ربع الطبق وتديله. يعني انا عندي محل